ايه سر وعظمة شجرة البنيان؟ تعالوا نعرف قصة شجرة البنيان. الخديوي إسماعيل سنة 1868 أمر بنقلها من الهند وزراعتها بسبب جمالها وقدرتها على توفير الظل، فهي واحدة من أقدم أشجار البنيان في القاهرة، وهي الوحيدة المتبقية على مر السنين. أصبحت الشجرة رمزا للزمالك، حيث يقوم الأزواج والسياح والأطفال بصنع الذكريات والتقاط الصور بجانبها. وتصنف من الأشجار المعمرة من بين أكبر الأشجار في العالم، فطبيعتها ترسل أشجار البنيان جذورها إلى أسفل، مما يخلق أعمدة تشبه الفروع التي تبدو مثل المزيد من جذوع الأشجار. شجرة البنيان متوفرة في العراق من مئات السنين، وخاصة في البصرة. يتم التشجيع على زراعتها للاستفادة من ظلها الكبير وجمالها وفاكهتها الصحية اللذيذة، والأفضل أن تزرعها في الحدائق العامة لقدرة الشجرة على النمو الجذعي مع التقدم في العمر. قد يتعدى طولها 25 متر، فهي تصلح لأن تكون مصد للرياح وسياج طبيعي رائع. تتحمل الملوحة بشكل كبير وتتكاثر في الربيع. زراعتها في مناطق مختلفة بأحياء القاهرة والجيزة، وبتتزين شوارعها